السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي ندويو على ابراهيم دياز وعلاش ما تكونفوكاش اللائحة ديال وليد الركراكي. في هذه اللائحة مع كاين واحد الاحتمالية كبيرة انه راه اختار المغرب، وانه فعلا القرار ديالو كان محسوم باختيار المنتخب الوطني المغربي. والكلام اللي قالو جد مهم، اللي هو الناطق الرسمي ديال الجامعة الوطنية، اللي قال واحد الكلام اللي مهم، وغادي نجي وغادي ندوي لكم عليه بالديتاي في هذا الفيديو بالضبط. علاش ابراهيم دياز ما كاينش في اللائحه ديال وليد الركراكي معانا ويحسم القرار ديالو. ويلا نبداو الفيديو. ما الا مازال ما اشتركتي في القناه هبط دابا اشترك، لايك، شي كومونتير زوين، ويلا نبداو. الا كنتو باقيين عاقلين بان ابراهيم دياز كان جا المغرب بالضبط في طنجة ويجي الرباط، وداكشي راه باين انه باغي يغير الجنسية الكروية ديالو، وبغى يمثل المنتخب الوطني المغربي، وان وليد الركراكي قنعوه بحمل القميص ديال المنتخب الوطني المغربي، وانه القرار ديالو محسوم بانه يختار المنتخب الوطني المغربي. وهذا الشيء اللي كاين. ولكن الجماهير كلها والمغاربه كلهم كيتفاجئوا بانه ما كاينش في هذه اللائحه هذه. وكنضمن لكم بانه محال يكون في كاس افريقيا، لانه ما يمكنش واحد كان كيلعب في اجواء اوروبا ويجي لك الافريقيا مناخ سخون ديال بصح، فراه محال غيكون في كاس افريقيا، لانه حتى الفريق مازال مسجل معاه. يعني يكون كان جا في التوقف الدولي السابق يمكن لكم يقولوا لكم يقدر يكون في كاس افريقيا، ولكن مين ما جاش فراه ما غاديش يكون. على ما قال الناطق الرسمي باسم الجامعة محمد مقروف، بأن ريال مدريد كيعرقل لك الانضمام ديال إبراهيم دياز المنتخب الوطني المغربي، واللاعب باغي يلعب لك مع المنتخب المغربي وبغى يشارك في كأس إفريقيا، لكن الفريق ديالو كيصعب عليه الامور وما باغوش انه يمشي ليه شهر كامل، شهر يناير كامل يمشي ليه، فراه ما قابلش هادشي. وهادشي اللي كاين. السلام عليكم.